بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أعزائي وحبايبي الأهلوية، أهلا وسهلا بيكم بعد الفيديو الأخير والفيديو قبل الأخير اللي نزل على القناة بتاعتكم قناة الأهلوية. كان في ردود أفعال قوية جدا 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 من الجميع. وردنا اتصالات من مدربين ومن لاعبين كبار، وكمان من صحفيين وإعلاميين بيسألونا عن الدليل وإيه الإثبات عن الموضوع دوت. وفي الفيديو دوت أنا بإذن الله وأمر الله هقدم لك إيه الدليل والإثبات على الكلام. بس افتكر إن الانفراد حصري عندنا وبس على قناة الأهلوية والكابتن وافي عرفة بابا المجال. وخليني أبدأ معاك بعنوان الفيديو ده. عنوان الفيديو ده الإقناع. الإقناع يعني أنا هقول لك الدليل والإثبات على الكلام اللي أنا بقوله. هيظهر قدامك عداد هيعد مدى مستوى الإقناع اللي أنا همشي معاك بيه واحدة واحدة لغاية لما نوصل بإذن الله وأمر الله لنسبة قوية جدا من الإقناع. ويا ريت بعد ما تخلص الفيديو تقول لي أنت وصلت لنسبة كام في المية من الإقناع إن الموضوع ده حقيقي وهيحصل. وتقول لي كمان ايه رأيك في الموضوع، وتسيب لي يعني يا ريت تسيب لي كمان لايك لو الموضوع عجبك، وصلي على الرسول وندخل في الموضوع على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. هبدأ معاك والعداد واقف على صفر، واقول لك عشان نقسم الإقناع في الموضوع دوت لازم نقسمه لقسمين: 50% وهي ازاي الأهلي هيدبر قيمة الصفقة دي، و50% كمان ازاي اللعيبة دي هتيجي النادي الأهلي، وازاي اللعيبة دي مستقبلها هيكون ازاي مع انديتها وموقفها من الانتقالات الموسم ده والموسم القادم. خلينا نتكلم كده بالتفصيل على اول 50% واللي هي القيمه الماليه، ازاي الاهلي هيقدر يدبر القيمه الماليه الكبيره دي. خليني اقول لك اول حاجه، لما اقول لك ان معالي المستشار تركي آل شيخ قرر ان هو يقدم هديه استثنائيه للنادي الاهلي، فانت كده بدأ العداد عندك يزيد. وليه بقول لك الكلام ده؟ لان معالي المستشار تركي آل شيخ المبلغ بتاع انتقال اللاعبين ده مش هيكون بالنسبه له اي مشكله. ده اول سبب. وتاني سبب ان كل الاهلاويه حاسين وعارفين قد ايه المستشار تركي آل شيخ بيحاول في الفتره الاخيره انه يرجع العلاقه والميه لمجاريها ما بينه وما بين جماهير النادي الاهلي. وشفنا طبعا في المباراة الأخيرة اللي كانت في السعودية واحتفاله بالفوز للنادي الأهلي واحتفاله بالأهداف بتاعة النادي الأهلي. واضح جدا إن في يعني انفراجة في الأزمة والتوتر في العلاقات اللي حصلت في الفترة الأخيرة. فده اللي بيأكد كلامي وبيقول إن المستشار تركي آل شيخ هيقدم هدية استثنائية للنادي الأهلي في كأس العالم للأندية. الموضوع ده إلا أكيد ومفيش خلاف عليه، ده 100% بضمان بابا المجال. تركي آل شيخ يقدم هدية استثنائية للنادي الأهلي في كأس العالم 2025 لاعب ميجا ستار. طيب ده أول حاجة، وأول حاجة بأكد عليها وده الثابت. أسماء اللاعبين هي اللي فيها كلام، فيها كلام كتير في التفاوضات. احنا قلنا إن الأقرب لوكا مودريتش وروبرتو فيرمينيو وساديو ماني، ونزلنا فيديو بعد الفيديو اللي اتكلمنا فيه على عن الثلاث لعيبه، وقلنا الاقرب هو ساديو ماني. لكن لغايه دلوقتي لم يتم الاستقرار على اسم اللاعب. وخلينا نكمل في مرحله الاقناع. احنا قلنا ان المبلغ المالي هيكون هديه من المستشار تركي آل شيخ. طب المستشار تركي آل شيخ هيعمل كده بس ارضاء لجماهير النادي الاهلي؟ لا تماما. المستشار تركي آل شيخ دايما بيفكر لقدام، بيفكر ان كاس العالم للانديه ده هيكون بمشاركه 32 نادي وهتتجه انظار العالم كله ليه. هيشبه كاس العالم للمنتخبات. كل كبار اللعبه هيكونوا موجودين في كاس العالم للانديه دوت. تشيلسي، برشلونه، مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، انتر ميلان، يوفنتوس، باريس سان جيرمان، بايرن ميونخ، كبار امريكا الجنوبيه، كبار امريكا الشماليه، كبار افريقيا الاهلي والترجي. يعني انا شايف ان كاس العالم ده هيكون فرصه كبيره جدا جدا لاي شركه سعوديه ان هي تاخد حق رعايه النادي الاهلي في كاس العالم للانديه ده او في موسم 2025. يبقى الافاده اللي هتعود على الشركه السعوديه اللي هي هتنفذ الديل او الصفقه طبعا حق رعايه النادي الاهلي 2025. ده بالنسبه للمبلغ المالي اللي بيتقاضاه اللاعبين، وان هو باذن الله واملا مش هيبقى مشكله. طيب عشان ننهي موضوع ال 50% بتوع
المبلغ المالي أنت كده ممكن ما يكونش وصل معاك النسبة 50% من 50. بس أنا هاقول لك على حاجة أو معلومة كمان جديدة ممكن توصّل معاك النسبة ل50. أنت تعرف إن ال3 لعيبة دُولة سعرهم قليل جدًا، ال3 لعيبة دول حسب موقع ترانسفير ماركت سعرهم 20.000.000€، سعر العقد بتاعهم كامل 20.000.000€. يعني مش مبلغ كبير جدًا، خصوصًا إن الأهلي هياخدهم بس 6 شهور إعارة مش العقد بالكامل. أعتقد كده إن أنت ممكن تكون وصلت لنسبة مرضية من ال50%. لو ما وصلتش ل50 فأنت وصلت ل40 أو ل30 أو 25. ودي نسبة مرضية جدًا، جدًا بالنسبة لسبق صحفي ما حصلش وهيتم الإعلان عنه قريب، لكن إحنا اتكلمنا عليه قبل كل الناس، فدي نسبة مرضية جدًا. نيجي نتكلم بقى على ال50% التانيين اللي هم وضع اللاعبين في أنديتهم والانتقالات اللي هتحصل ليهم فترة الانتقالات القادمة. أولًا خلّينا نتكلم على لوكا مودريتش اللي هو ممكن يكون يعني في الترتيب ممكن يكون التالت. هم الترتيب بالأولوية ساديو ماني، روبرتو فيرمينيو، ولوكا مودريتش. طب ليه لوكا مودريتش هو الأبعد يعني؟ خلّينا نتكلم بس في الأول ونقول إن لوكا مودريتش ده آخر سيزون ليه مع ريال مدريد، وكان غضبان جدًا، جدًا، وظهر غضبه في جلوسه على دكة البدلاء في مباراة أوروبا الأخيرة. وطبعًا تقارير صحفية كبيرة بتشير إن هو خلاص رايح الدوري السعودي الموسم القادم، اللي كان هينتقل ليه الموسم الماضي، لكن هو جدد مع الميرينجي لموسم جديد. لكن واضح إن هو خلاص ده آخر مواسمه مع ريال مدريد، لأن لغاية دلوقتي لم يجدد عقده ولم يتفاوض معاه أي حد من ريال مدريد إلى الآن. فلوكا مودريتش هيكون موجود في السعودية الموسم القادم. لوكا مودريتش هيروح أحد أندية القمة، واحتمال يتألق في ال6 شهور الأولانيين من العقد، ولسه يعني ما فيش تفاوض معاه في الموضوع دوّة، لكن هو اسمه محطوط من ضمن ال3 لاعبين. لكن لوكا مودريتش لغاية دلوقتي ما فيش أي مفاوضات معاه. بالنسبة لساديو ماني، ساديو ماني وجوده في النصر أصبح يعني مسألة وقت. كل الناس يعني شايفة إن هو ما أداش المردود المنتظر منه. ساديو ماني إلى الآن مع النصر أكتر من 33 مباراة ما جابش غير 13 جون. فواضح كده إن ساديو ماني مش هيكمل مع النصر. وبالنسبة لفيرمينيو نفس الكلام. فيرمينيو برضو إلى الآن مع الأهلي السعودي لم يثبت يعني مستوى جيد. وواضح جدا إن في آخر الموسم أو فترة الانتقالات القادمة الأهلي السعودي هيتخلص من فيرمينيو. فساديو ماني وفيرمينيو الاتنين موجودين في السعودية، وكده كده عقدهم مدفوع كده كده بيتقاضوا الراتب بتاعهم، وممكن يتم انتقالهم لأحد الأندية السعودية مش أندية القمة. يعني ممكن ينتقلوا لفريق في نص الجدول ويلعبوا معاه أول 6 شهور، وتاني 6 شهور في السنة الأولى هيتم إعارتهم للنادي الأهلي أو إعارة أحدهم للنادي الأهلي للمشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية. يبقى أنت ال3 لعيبة دول مش هيفضلوا في أنديتهم السنة اللي جاية، ال3 لعيبة دول هيتحركوا. لوكا مودريتش قلنا إن هو لسه التفاوض معاه ما تمش، لأن هو أصلا لسه ما راحش السعودية. إيه اللي هيحسم بقى الكلام دوت، وايه اللي هيخلي واحد من الثلاثه دول او ممكن يجي لاعب غيرهم؟ ده العروض اللي هيتلقاها اللاعبين في نهايه السنه الحاليه. يعني نهايه السنه الحاليه هيتم تلقي العقود والعروض للاعبين، والى الان لم يرد لفيرمينيو او ساديو ماني اي عقد قوي. كل العروض اللي بتجي لهم من السعوديه من انديه منتصف الجدول، واعتقد ان النادي الاهلي هيكون الخيار الامثل ليهم، خصوصا ان كاس العالم ده هيبقى زي ما احنا قلنا كل الناس بتشوفه. فلو اي لاعب منهم قارن ما بين النادي الاهلي واي نادي في نص الجدول التركي، اعتقد ان هو هيفضل النادي الاهلي. خصوصا احنا قلنا ان الاقرب ساديو ماني اللي هو ابن افريقيا اللي مننا، اللي عارف الاهلي وعارف مستواه وعارف المنافسات بتاعته وعارف ان هو هيكون متشاف كويس قوي في النادي الاهلي. ده بالنسبة لل50% اللي بنتكلم عليهم بالنسبة للاعبين. أنا كده شرحت لك الموضوع 50% مقابل مادي و50% عن اللاعبين. يتبقى ان انا اقول لك موعد الاعلان الرسمي. هو الاعلان الرسمي هيتم قبل كاس العالم، يعني على طول قبلها بفتره قليله. طبعا مش هيتم غير بعد الاتفاق مع اللاعبين. عشان كده لسه في كلام كتير جدا جدا. دول ال3 لاعبين اللي موجودين دلوقتي واللي الكلام عليهم، واللي مصادرنا اكدت لنا ان الكلام عليهم زي ما قلنا، لان سعرهم في المتناول.
لكن ممكن ال3 لعيبة دول يتغيّروا وما يكونوش هم الهدية. لكن زي ما أنا قُلت لك في الأول وبأكد عليك تاني، إحنا أكدنا على إن هدية استثنائية لاعب ميجا ستار من معالي المستشار تركي آل الشيخ للنادي الأهلي في كأس العالم 2025. لكن اسم اللاعب إلى الآن لم يحدد. إحنا مصادرنا ورا الخبر، وهنجيب لك أول بأول الموضوع والأخبار، وهنجيب لك أول بأول أسماء اللاعبين اللي الأهلي باذن الله وامر الله في امل ان هم ينتقلوا ليه من خلال الصفقه دي. ويا ريت تقول لنا رايك في الموضوع، وتقول لنا هل انت عايزنا نكمل في الموضوع دوت ونفضل نبحث فيه ونستمر وراه ولا لا. وعايزك تقول لي عموما ايه رايك في الخبر. سيب لي يا ريت تعليق في الكومنتات، ويا ريت وانت ماشي تعمل لي لايك على الماشي. والسلام عليكم.